الله وبركاته. عارفين انكم تطلبون قصص، لكن هذه القصص من بعض الأحيان آخذها وانشرها لكم في اليوم. يا حبيبي القصة مالتنا عن سفينة الموت والأشباح. وهاي السفينة كان عدد الركاب، لكن هاي السفينة انه وايد كبيرة، كانت تدعم السفينة حتى مطعم بيها. وهاي السفينة اللي قلت لكم عليه وهواية صار به حوادث، هواية صار بها حوادث. هاي السفينة هاي ليش كبيرة، ودي عدد الركاب 1375 راكب بهاي السفينة صارت بها حوادث. كان اكو زوج اسمه لوير، والثانية زوجته اسمها ماريا. يدودو جو هاي السفينة وتقول اشباح، يعني عبارة عن بطل كلش كبيرة، عندها بيها غرف. قعدوا بيها ورا 3 أيام قبل يسمعون أصوات تطلع من السفينة. تخيلوا القبطان ما موجود، القبطان من هاي السفينة وش كان مغادر السفينة، عنده شغل ما موجود. تخيلوا انتم يسمعون أصوات كلش كبيرة، يسمعون أصوات ما يعرفون منين تجي هاي الأصوات. زوجته من هاي السفينة لحد ما خابر زوجها القبطان وما يعرفه بعد. قمنا نسمع أصوات بهاي السفينة وعندنا راح نطلع ما ندفع لك دينار. تخيل قلقة من هاي السفينة يا حبيب. من هاي السفينة القبطان ورا ثاني يوم يلا اجي قرر انه هو يبات بيها بالليل ويشوف الأحداث اللي راح تصير. وبات ونفس الأحداث صارت وياه مثل ما صار ويا الزوجين اللي طلعوا رويال وماريا. يعني قام يصير الأحداث ويا هذا والسفينة هاي هجرها، وبعد ما اجى عليها أبد وأجرها للناس، حب يأجرها للناس ويضحك عليهم مبلغ بسيط. ويجر هاي السفينة 400، يضحك على الناس فأجرها للناس وطلع عاف هاي السفينة. انتم متخيلوا يعني شو السفينة مسكونة؟ انتم متخيلوا؟ بس هاي اللحظة بعام 8 ديسمبر رجعوا عائلة كاملة وهم قاموا يسمعون أصوات بهاي السفينة لحد ما شردوا من هاي السفينة. طلعوا خلص يعني هو كان يراقبهم من بعيد، عرف من قبل الأحداث وياهم بهاي السفينة. أتمنى إن عجبتكم القصة. اعطونا رايكم بالتعليقات شنو هيج السفينة والله مسكونة ما أجى عليها طول عمري. بالختام والسلام.